عايزة تبدئي السنة الجديدة وانت منظمة وجاهزة ومفيش حاجة تفوتك. في الفيديو ده هقولك على كل تجهيزات الدراسة والجامعة بالتفصيل، أدواتك، شنطة الطوارئ، الهدوم، الميك اب، مستلزمات الأكل، وتطبيقات الموبايل اللي هتسهل عليكي حياتك. يلا بينا نبدأ. لما نتكلم عن الأدوات المدرسية والجامعية احنا مش بس بنحكي عن مجرد أدوات بنشتريها وخلاص، احنا بنحكي عن أدواتك اليومية اللي هتسهل عليكي في كل المواد وتلخيصها وتخلي يومك منظم جدا بدل الكركبة والدوشة اللي بتحصل كل سنة. حقيبة الظهر، شنطة الظهر هي أول وأهم حاجة هتبدأي بيها. الشنطة مش مجرد شكل حلو أو لون لايق على الطقم وخلاص، الشنطة دي هي اللي هتشيل كل يومك ومجهودك. لازم تتأكدي من حاجات محددة جدا في الشنطة، زي انه دراعات الشنطة لازم تكون عريضة ومبطنة عشان تتوزع الشيلة على كتفك من غير ما تعملك ألم في الظهر أو الرقبة. ولازم الشنطة يكون فيها تقسيمات وجيوب كتير، جيب لللابتوب أو التابلت وتستخدميه، وجيب للأدوات الصغيرة، وجيب جانبي للمية. وخامة الشنطة مهمة جدا، اختاري خامة ضد المية أو متينة تستحمل الحركة اليومية والمواصلات والضغط من غير ما تتقطع أو تتأثر بالاستخدام اليومي. ونصيحة مني، اشتري لون الشنطة يكون غامق، مثلا يكون بني، اسود، كحلي، لأنه الشنط الفاتحة هتحتاج انت تغسليها كل يوم. الدفتر المقسم، بدل ما تشيلي معاكي في الشنطة 4 أو 5 كشاكيل مختلفة وكل شوية تكتشفي انك نسيتي كشكول مادة معينة في البيت، الدفتر المقسم لأجزاء بفواصل ملونة هو الحل السحري. تفتحي الفصل الأول تلاقي مادة المحاضرة الأولى، الفصل التاني المادة التانية، وهكذا. الفواصل بتساعد عينك توصل للمعلومة في ثواني وانت بتذاكري أو بتراجعي سريعا قبل السكشن أو الحصة. اختاري نوع ورقة تقيل وحبر ما يطبعش على الناحية التانية لما تكتبي بأقلام الهايلايترز أو أقلام الحبر. المقلمة وتنظيم الآلام، المقلمة هي قلب الشنطة. لما تفتحي الشنطة تدوري على قلم وتلاقيه ضايع في قاع الشنطة تحت الكتب، ده بيضيع وقت وبيعمل توتر على الفاضي. المقلمة المقسمة بجيبين أو سلاسة بتخلي كل حاجة في مكانها. حطي أقلام الجافة الأساسية بألوانها الأزرق والأسود للكتابة الرسمية وتدوين المحاضرات، مع قلم أحمر أو أخضر عشان تعلمي بيه على الملاحظات المهمة. آلام التحديد اللي هي الهايلايترز، آلام تحديد مش مجرد ألوان للديكور والتزيين، دي أداة للذاكرة البصرية. لما تعلمي على تعريف مهم أو تاريخ أو معادلة بلون واضح، عينك هتروح عليه فورا لما تيجي تراجع قبل الامتحان. اختاري مجموعة ألوان هادية زي الألوان الباستل عشان ما تتعبش عينك وانت بتقري الصفحات الطويلة. ونسقي كل لون مع فكرة معينة، مثلا الأصفر للتعريفات والوردي للأسئلة المهمة والأخضر للأمثلة. الإعلام الرصاص والممحى البراية، أدوات الرصاص أساسية جدا لرسم التخطيطات، كتابة الملاحظات المؤقتة على هوامش الكتب أو الحل مبدئي في التمرين. قبل ما تكتبي الحل النهائي خدي معاكي قلم رصاص سنون بأسنان إضافية، لأنه بيدي خط ناعم ودقيق ومريح في الكتابة ومش بيحتاج بري كل شوية. أستيكة جودتها عالية مش بتسيب أثر أسود على الورق. مفكرة يومية اللي هي البلانر، وقواعد التدوين. منظم أو البلانر هو وسيلتك الوحيدة عشان تسيطري على وقتك وحجم المهام اللي عليك. في أول كل أسبوع اكتبي مواعيد المحاضرات والتسليمات والامتحانات الجاية، وفي نهاية كل يوم سجلي قائمة المهام اليومية اللي بعده. ده بيقلل التشتت وبيديكي إحساس بالإنجاز لما تشطبي على كل مهمة خلصتيها. ملحقات جانبية ورقية، الفايل الشفاف وحزم الملاحظات اللاصقة، حاجات مستغنيش عنها أبدا. أوراق الشيتات أو الملازم اللي بتاخديها فردية لازم تدخل فورا جوه الفايل عشان ما تتكرمش أو تتوسخ. والستيكي نوتس ممتازة للتدوين السريع لأسئلة المدرسة أو الدكتور على حافة الصفحة من غير ما تشويه الكتاب الأساسي. شنطة الطوارئ الشخصية هي المنقذ الوافي اللي بيفضل دايما جوه شنطتك الكبيرة، مش بتطلعيها غير وقت الحاجة، وبتحميكي من مواقف بايخة ومحرجة كتيرة ممكن تحصل لأي بنت خلال اليوم الدراسي الطويل. مستلزمات العناية والنظافة الشخصية، الفوط الصحية حطي منها قطعتين على الأقل في جيب مقفول ومستقل جوه الشنطة عشان النظافة والخصوصية. المناديل المبللة والمناديل الورقية العادية حاجات أساسية عشان تنضفي إيدك قبل وبعد الأكل أو لتنظيف أي مكان قبل ما تقعدي عليه أو لمسح العرق في أوقات الحر. الترطيب والجمال السريع، مع الحركة والمشي والشمس والهواء الشفايف والبشرة بينشفوا بسرعة. مرطب الشفايف مغذي وشفاف أو بلون خفيف جدا بيرجع الحيوية للشفايف فورا. كريم اليد المرطب بحجم صغير تحطيه بعد كل مرة تغسلي فيها ايديكي بكحول أو صابون عشان تحميها من الجفاف. وعطر أو بادز بالأشفاذات صغيرة عشان تجددي انتعاشك خلال اليوم وتحسي بنظافة وراحة. العناية بالشعر والأناقة، مراية صغيرة مزدوجة عشان تتأكدي من مظهرك بسرعة. فرشة شعر صغيرة بتطبق مع توك شعر إضافية ودبابيس إضافية لو حصل وخصلة فكت أو التوكة اتقطعت منك وسط اليوم، تكوني جاهزة فورا ومن غير أي ارتباك، أو لو الطرحة اتفكت منك أو لو الدبوس ضاع أي حاجة.
صيدلية الطوارئ المصغرة، اليوم الدراسي الطويل ممكن يجي معاه صداع مفاجئ أو وجع في البطن أو حتى جرح بسيط من طرف ورقة كتاب. الشنطة دي لازم يكون فيها علبة دوا صغيرة جدا فيها مسكن آلام، مضاد للصداع، دواء للمغص وتقلصات المعدة، وعدد من بلاستر الجروح بمقاسات مختلفة عشان تغطي أي خدش مفاجئ. أدوات الطوارئ السريعة، الملابس، الخيط والإبرة والشريط اللاصق المزدوج، منقذين بجد لو زرار اتفك من القميص أو تانية البنطلون اتفكت أو فتحة في الهدوم محتاجة تثبيت سريع. الشريط اللاصق المزدوج بيلزق القماش فورا وبدون أي أثر لحد ما ترجعي البيت وتصلحيها بالخيط والإبرة. الأساس في هدوم الدراسة والجامعة الشكل الشيك والمرتب مع أعلى درجات الراحة والحرية في الحركة. انتي بتقضي ساعات طويلة قاعدة في القاعات أو ماشية بين المباني والمواصلات، فالراحة هنا مش رفاهية، دي ضرورية قصوى. القطع الأساسية والقمصان، اختاري قمصان وتيشيرتات معمولين من أقمشة قطن 100% أو خامات بتتنفس تسحب العرق ممتاز. ابعدي تماما عن الأقمشة الصناعية اللي بتحبس الحرارة وتضايقك. الألوان المحايدة زي الأبيض، الأوف وايت، الرمادي، البيج والكحلي هي الأفضل لأنها سهلة التنسيق وتخليكي تعملي كذا طقم مختلف بقطع قليلة. البنطلونات والجيبات المريحة، البنطلونات أو الجيبة لازم يكونوا واسعين ومريحين في القعدة والمشي. الجينز واسع أو البنطلون القماش المريح بأستك من الخصر هي الاختيار الأفضل ليكي. بلاش الحاجات الضيقة أوي اللي بتقيد حركتك وتخليكي مش مرتاحة بعد ساعتين قاعدة على كرسي الدراسة الناشفة. الأحذية اليومية المريحة، الكوتشي الرياضي الأبيض أو بلون محايد وهو الملك بلا منازع في تجهيزات الدراسة، بيليق على كل الهدوم تقريبا وبيحمي رجلك وضهرك من التعب طول ما انتي ماشية أو واقفة. تأكدي أن مقاس الكوتشي مريح تماما ورجلك بتتنفس فيه، واختاري شرابات قطن مريحة تمنع الاحتكاك وتعرق الرجل. تجهيزات خاصة للمحجبات، لو محجبة اختاري طرح خفيفة ومريحة زي القطن أو الشيفون الناعم اللي مش بيتزحلق كل شوية. ثبتي الطرح ببندانة قطن تمتص العرق وتحمي شعرك. احتفظي دايما بطرحة إضافية بسيطة بلون محايد ودبابيس إضافية جوه شنطة الطوارئ لأي ظرف طارئ أو تغيير سريع. الميك اب في مكان المدرسة لازم يكون بسيط ناعم يبرز جمالك الطبيعي من غير مبالغة أو إرهاق للبشرة تحت الشمس كل يوم. أول حاجة وأهم حاجة واقي الشمس والترطيب. واقي الشمس هو أهم خطوة على الإطلاق في روتينك الصباحي. التعرض المستمر للشمس والضوء من غير حماية بيعمل بقع وتصبغات وجفاف للبشرة. اختاري واقي شمس بحماية مناسبة مش أقل من SPF 50 ويكون مناسب لنوع بشرتك، جل للبشرة الدهنية أو كريم للبشرة الجافة. استخدمي كريم مرطب خفيف قبل واقي الشمس. مكياج العيون الناعم، بعيد عن الكحل التقيل أو الأيلاينر العريض. مسكرة خفيفة ضد المية عشان ترفع رموشك وتفتح عينك وتديك نظرة مصحصحة ونشيطة كفاية جدا. لو بتحبي ممكن تستخدمي جل حواجب شفاف عشان تمشطي حواجبك وتثبتيها وتفضل مرتبة وطبيعية طول اليوم. اللمسة الأخيرة للشفايف والخدود، بلاشر كريمي هادي بدرجات الوردي أو المشمشي على الخدود بيدي بشرتك مظهر حيوي وفريش. البلاشر الكريمي بيندمج مع البشرة بشكل أنعم بكتير من البشرة البودرة ويبان طبيعي أكتر في ضوء الشمس. كملي اللوك بمرطب شفايف ملون أو ملمع الشفايف اللي هو الليب جلوس بلون ناعم وقريب من لون شفايفك الطبيعي. الدرس المليان محاضرات ودروس بيشفط طاقتك بسرعة عشان تحافظي على تركيزك ونشاطك ومن غير ما تضطري تشتري أكل غير صحي من الشارع كل يوم. لازم تجهزي مستلزمات أكلك وراحتك بذكاء. اللانش بوكس وإزازة المية، اللانش بوكس المقسم بيخليكي تاخدي معاكي وجبة متكاملة. خدي خضار متقطع زي الخيار والجزر مع سندوتش مغذي أو سناكس خفيفة زي الفاكهة والمكسرات. إزازة المية الستيل الحافظة للحرارة بتضمن ليكي مية ساقعة في الصيف أو مشروب دافي في الشتاء، وده بيشجعك تشربي مية باستمرار وتستغني عن الحاجات الساقعة. أدوات الحماية من الحر والشمس، المروحة الصغيرة المحمولة بتتشحن بالUSB، دي اختراع منقذ وانتي مستنية المواصلات أو ماشية في الحر. الشمسية الصغيرة بتحميكي من الشمس أو ممكن طاقية، والنضارة الشمسية اللي فيها حماية من الأشعة فوق البنفسجية بتحمي عينيكي من زغللة ضوء الشمس القوي. النظافة والتعقيم، سبراي الكحول وجل تعقيم اليدين يفضلوا معاكي في الشنطة رايحة جاية. تعقيم اليد قبل ما تاكلي أي حاجة أو بعد ما تمسكي أي صح أو مقوض في المواصلات والقاعات خطوة أساسية عشان تحمي نفسك من الإعياء والعدوى طول السنة. موبايل والأجهزة التكنولوجية مش بس للفيسبوك والتسلية، دول ممكن يكونوا أقوى أدوات تنظيمية تسندك وتوفر عليك مجهود جبار لو استخدمتيهم صح. الباور بانك والسماعات، الباور بانك بسعة كويسة مش أقل من 10,000 ملي أمبير بيضمن ليكي إن موبايلك مش هيفصل شحن أبدا في نص اليوم وانتي محتاجة تتصلي بأهلك أو تشوفي جدول أو مكان. السماعات مهمة عشان تسمعي التسجيلات الصوتية للمحاضرات أو تفصلي وتسمعي حاجة بتحبيها بين الحصص أو انتي في المواصلات. تطبيقات المسح الضوئي، تطبيقات زي كام سكانر أو أدوبي سكان
تحول كاميرا موبايلك لسكانر محترف، تصوري الملخصات والأوراق بتاعة صحابك وتحوليها فورا لملفات PDF واضحة ومقروءة تقدري تحفظيها تبعتيها أو تطبعيها بكل سهولة من غير ما الكلام يزغلل. التنظيم الرقمي سحابة حفظ البيانات، حفظ الأوراق الرسمية وصور البطاقة الشخصية وجدول المحاضرات على خدمات التخزين السحابي زي جوجل درايف أو وان درايف، يضمن ليكي إنك تقدري توصلي لأي ورقة مهمة في أي وقت ومن أي موبايل لو نسيتي الورق الأصلي في البيت. تسجيل الصوتي للملاحظات، استخدام تطبيقات الملاحظات الصوتية عشان تسجلي الأفكار السريعة أو الحاجات اللي وراكي، بيوفر عليكي وقت الكتابة ويزود سرعتك في تظبيط يومك بكل دقة. الاستعداد النفسي والبدني قبل بداية الدراسة بأيام معدودة بيفرق جدا في انطباعك الأول وشعورك بالراحة والسيطرة على الأمور. ظبطي روتين النوم بتدريج، أكبر غلطة بتبوظ أول أسبوع دراسة هي الصحيان المفاجئ بدري بعد شهور سهر. ابدأي قبل الدراسة ب3 أيام أو أسبوع، ظبطي وقت نومك وصحيانك بمقدار نص ساعة أو ساعة كل يوم عشان جسمك يتعود على الروتين الجديد وتسحب كامل طاقتك ونشاطك من غير تعب أو صداع. التجهيز بالليل لكل حاجة، خلي عندك عادة ثابتة كل يوم بالليل قبل ما تنامي جهزي الطقم كامل بالمكواة والكوتشي ورتيب الشنطة بالأدوات والأوراق المطلوبة اليوم اللي بعده. الحركة البسيطة دي بتوفر عليكي توتر الصبح وجري الوقت وتخليكي تبدأي يومك بانتصار وراحة بال. اعملي صحاب واندمجي إيجابيا، ابدأي اتعرفي على زميلاتك الجداد وابتسمي وكوني مبادرة في الكلام والتفاعل. تكوين صحبة كويسة بيسهل عليكي تبادل النوتس والمذاكرة الجماعية وبيخلي جو الدراسة جو مشجع وممتع وفيه دعم لبعض. وبكده نكون غطينا ورتبنا كل التفاصيل الخاصة بتجهيزات الدراسة والجامعة خطوة بخطوة، من أصغر قلم في مقلمتك لحد أكبر ترتيب في روتينك اليومي وتفكيرك. افتكري دايما ان تجهيزك كويس مش بس بيوفر عليكي وقت ومجهود، ده كمان بيديكي دفعة معنوية وثقة كبيرة في نفسك عشان تبدأي سنتك الجديدة بأفضل شكل ممكن وتكتشفي قدراتك وتحققي كل أحلامك. لو الفيديو عجبك واستفدتي منه متنسيش تعملي لايك سريع للفيديو وتدوسي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول، واكتبيلي تحت في التعليقات ايه أكتر حاجة متحمسة تجهزيها للسنة الجديدة، ولو عندك فكرة أو حاجة إضافية بتستخدميها شاركيها معانا تحت في التعليقات عشان كلنا نستفيد. بتمنى لكم من كل قلبي سنة دراسية مليانة نجاح وشغف وتفوق، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.